السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد كده معاكم النهارده. هعمل معاكم النهارده فراخ، فراخ في الصينية، وصينية بطاطس ومعاها رز بالخلطة او رز اللي هو الاصفر بتاعنا. نشوف كده الاول حاجة الفراخ هنعملها. البهارات عندي ملح فلفل كمون شطة، بهارات فراخ، بهارات لحمة، قرفة، جنزبيل. عندك ورق 2 ورق لورا. عندي هنا بصل، حوالي 3 بصلات، طماطم، فلفل، قرن شطة. طبعا الفراخ بنكون غسلها ونقعينها ومصفينها. دلوقتي اول حاجة نعمل البصل. نحط البصل الأول في الكبة، وبعد كده ننزل بقى بالمكونات التانية. ننزل بالفلفل الأول بالشطة، وبعد كده ننزل نعمل بالطماطم. طبعا الكمية اللي أنا عاملاها دي ممكن تقلل، لو انت عايزة تقللي الكمية دي بتقللي زي ما انت عايزة. طبعا بس احنا بنعمل عشان بنحب الأولاد يعني بيحبوا الصوص بتاعه وكده. طبعا قرن شطة برضو اختياري، لو انت عايزة تحطيه. مش عايزة تحطيه مش مشكلة يعني، ده اختياري يعني. لو انت عايزة بتحبي الاكل يعني حر شوية بتحطي، مش عايزة مبتحطيهوش. ممكن تحطي شوية شطة عاديين كده وخلاص، حاجة بسيطة يعني. بنضرب الاول كده البصل في الكبة كل ما كلها، وبعد كده بننزل بالفلفل بقى. نحط الفلفل الاخضر والقرن الشطة مع بعض. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا عايزة اقول كل كده اللي اول مرة يشوفني، بالاشتراك بقى واللايكات وفعل الجرس عشان يوصله كل جديد ان شاء الله بنزله. يا رب كده فيديوهاتي كده يا رب تعجبك كده، ويكون اكون كده ضيفة خفيفة عليكم كده ان شاء الله. بس عايزاكم بس تدعموني كده عشان القناة تكبر ان شاء الله، واعمل لكم باذن الله وصفات اكتر، وتشجعوني كده واعمل لكم حاجات الايام اللي جايه كتير ان شاء الله. بس عايزة بس تشجيع منكم كده بالاشتراك وبالكومنتات الحلوة بتاعتكم كده، عشان تشجعوني كده. طبعا التعليقات بتاعتكم يعني بتشجعني كده وبتخليني ان انا اعمل وصفات تانية كتير معاكم يعني. كده بعد ما خلصت الفلفل بعمل طماطم كمان في الكبة، وبعملها من طبعا الطماطم بنعملها كده زي ما هي، ما بنحطش عليها مية ولا اي حاجة، زي ما هي كده، هي بتنزل ميتها في الكبة، ما تحطش مية. احنا ما بنعملش يعني، ما بنعملش عصير طماطم، لا احنا عايزين طماطم بس كده بالتفل بتاعه كله، كل حاجة فيه تنزل معاه، مش عايزين نحط فيها مية خالص. بندعك بقى كده كل المكونات اللي احنا حطيناها. وبعد كده ندعكهم كده، بنحط عليهم بقى شوية زيت، وبنحط بقى الطماطم. شايفين كده؟ طبعا اليوم دلوقتي كنا يوم جمعة وكده، وطبعا زي ما احنا متعودين يوم الجمعة بنقوم فيه بدري وكده. نقوم بقى نكون بقى لو الجو مثلا حلو كده نفتح الشبابيك كده وندخل كده بيتنا كده، روحانيات كده حلوة بتاعت يوم الجمعة كده، ونشغل على القرآن و... ونشغل على الصلاة كده، ونسمع كده الصلاة، ونسمع كده واحنا بنشتغل كده. يعني أنا كنت بشتغل، وكانت الصلاة بدأت معانا عندنا يعني وكده، وكانت الخطبة بتاعت الصلاة والقرآن كان شغال زي ما انتوا شايفين كده. بجيب الفراخ بدعكها كويس جدا بالتتبيلة اللي احنا عاملينها كويس جدا، بعمل فتحات كده، دي اللي هي الوراك، النص التاني من الورك. بعمله كده فتحات كده، عشان التتبيلة تخش جواها. طبعا الاطباق دي انا كنت اصلا يعني عاملاها مفرزة يعني، كنت عيناها كنت عاملة فيديو يعني لتفريز الفراخ، وكنت عاملاها عندي في التلاجة يعني. وبكده بقى زي ما انتوا شايفين كده بعمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. دي اهم حاجة ان احنا ندخل التتبيلة كويس في الفراخ كده. بعد ما خلصت التتبيلة كده، طبعا لو انت عايزة تركنيها على جنب شوية، مثلا تقعديها مثلا في التلاجة شوية ساعة او حاجة. لو عايزة تعملها برضو من على بيات برضو يبقى احسن واحسن.
بس انا طبعا عملتها على طول وخلصتها، ولا حطيتها على البوتاجاز من فوق. طبعا لو انت عايز برضو تحطها في البوتاجاز في الفرن يعني، بتحطيها برضو وتحطها من تحت، وتقعدي بقى تزوديها وتخلي بالك منها بقى، وتزوديها شويه بشويه ميه. بس انا بعملها على البوتاجاز يعني وكده اسرع يعني، زي ما انتم شايفين كده، وبتبقى نفس الطعم يعني وكل حاجه. بنحط لها بقى طبعا، ما بنزودلهاش الميه بتاعتها الا لما هي بنحطها على البوتاجاز من غير ميه اول، وبعد كده ما تنزل ميتها بنزود لها شويه ميه كمان وبس كده. كده خلصنا الفراخ. قلت بقى اعمل معاكم صينيه بطاطس برضو جنبها. جبت معايا الطماطم اللي هعملها في الخلاط دي، بعد ما تعملها في الخلاط، والبهارات ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وشويه شطه، وعندي بصلتين كده صغيرين. كمية البطاطس طبعا زي ما انت عايزة زي ما انت عايزة يعني تحطي الكمية اللي انت عايزاها. البصل برضو بتقطعيه برضو زي ما انت عايزة، برضو شرايح او تعمليه في ايدك يعني، تعمليه يعني في الكبة ناعم يعني زي ما انت عايزة. بس انا بقطعها يعني اكتر الاوقات يعني بقطعها كده شرايح كده. وبنزل بقى بعد ما اقطع البصل، بنزل بقى عليها بالبهارات الاول، وادعكها كده بالبهارات اللي هي ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، وممكن لو عايزة تحطي شوية شطة بتحطي. يا جماعة شطة يعني يا جماعة اختياري، الشطة اختياري، لأن في ناس كتير ما بتحطش الشطة في أكلها يعني، زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى الملح، نحاول احنا ما نكترش في الملح الا ندوق الأول. بنحاول ما نكترش ملح، ونحط بقى البهارات بقى التانية بقى الفلفل والكمون والكزبرة الناشفة وشوية شطة صغيرين، وندعكم بقى بعد كده، وبعد كده نحط شوية زيت عليهم زي ما انتوا شايفين كده. ندعكها كده كويس كده بالبهارات، وبعد كده نحط بقى شوية زيت عليهم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى ايه، نعمل الطماطم بتاعتنا في الخلاط وننزل على البطاطس. طبعا بعد ما بتعملي بقى كده بترصي البطاطس، بتحاولي بقى ان انت تحطي لو مثلا عندك مقطعه مثلا بطاطس تكون مقطعه يعني تخينه شويه، بتحطيها تحت. ولو في بطاطس جت معاكي رفيعه شويه بتخليها لفوق، عشان ما تتهريش معاكي من تحت، ما تستويش قوي يعني. تحاولي تحطي المتقطع تخين شويه تحت، بتسويها كده. وبعد كده بتحطيها بقى على البوتاجاز. عما تعملي الطماطم في الخلاط، بتولعي عليها يعني ايه شوية، عما تطلع البصل كده يطلع كده ريحة كده البصل كده على النار، بتنزلي بقى بالطماطم كده. بقى عاملة الطماطم في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. طبعا طريقة البطاطس يعني سهلة يعني، مش محتاجة حاجة. بس انا ايه قلت ما اعمل معاكم يعني الاكلة يعني كلها مع بعض، بحيث يعني برضو لو حد مثلا من البنات كده اللي هم لسه في اول جوازهم كده او لسه بيتعلموا، يبقى عندهم فكرة برضو لو شافوا الفيديو يعني دوت، يبقى يعرفوا يعني ايه ازاي يعملوا صينية البطاطس كده يعني. بعمل كده وانتوا شايفين كده في الخلاط، وبعد كده بنزل عليها على البطاطس على البوتاجاز. نحاول احنا نضرب الطماطم كويس جدا عشان ما يكونش فيها زي ما انتوا شايفين كده.
طبعا رنا عادة بتصفي الطماطم، بتصفيها برضو بتبقى احسن يعني. كده ولا كنت ولعت بقى كده على البطاطس، وانزل عليها بقى ايه بالطماطم اللي احنا عصرناها. طبعا بنكون مجهزين برضو كام فص توم كده، يجي حوالي 3 4 فصوص توم. بنفرمهم ونحطهم برضو عليهم، بس ايه اما الطماطم تقلب كده معانا، وبعد كده بننزل بالتوم. طبعا الطماطم طلعت يعني كمية الطماطم طلعت كتيرة شوية، فما حطيتهمش كلهم، حطيت بس ايه اللي انا عايزاه وخلاص، ما حطيتش الكمية كلها يعني. استنى بقى لما الطماطم تقلب معانا، وبعد كده ننزل معانا بالثوم، ويبقى كده إيه نستنى بقى ما تستوي بقى، بعد كده نحمرها في الفرن تحت الشواية، تاخد معانا اللون الايه تحمير كده. كده بقى نغطي عليها بقى ونتابعها بقى، وان لو عايزة مية بنزود لها مية. كده بقى بعد ما قلبت كده البطاطس كده معانا، هنزودها بقى ايه بالثوم اللي احنا قلنا عليه. مجهزين كده الثوم مفروم، ونحطه بقى ايه نوزعه كده في الصينية كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البطاطس اسهل حاجة يعني تتعمل يعني، هي سلطة البطاطس. الطريقة دي حلوة قوي، يا ريت تجربوها يعني. وطبعا دقتها كده كانت عايزة شوية ملح، حطيت لها شوية ملح، وكده خلصنا البطاطس. كده بقى هنعمل ايه الرز اللي بالخلطة. معايا بصلاية مقطعاها بالكبة، معايا شوية زبيب، طبعا الرز غسلاه ونقعاه، كيس صلصة، شوية زبيب زي ما قلت. البهارات عندي ملح وفلفل وبهارات فراخ وكاري وكركم. ملح وفلفل وبهارات فراخ وكاري وكركم. لو عندك بقى عود قرفة ممكن تحطي، بس انا ما كانش موجود عندي. وساعات ما بيكونش عندي عود قرفة ممكن بحط حبة قرفة، لو عندك قرفة بودر بتحطي حبة صغيرين. كده بسخن الزيت كده على النار، وانزل بقى عليها بالبصل. طبعا البصل ما بن يعني ايه بياخد بس كده تصفيرة كده يعني صفره يعني ايه لون كده ذهبي كده خفيف خالص. والبصل كده يدبل كده بعد ما ياخد لون خفيف كده اصفر، وما نحمروش بقى او لا يعني صفار خفيف خالص. هتشوفوه كده معايا دلوقتي. دي طريقة الرز اللي بالخلطة يعني اللي انا بعمله. كده بعد ما البصلة دي معانا كده واصفرت شوية زي ما انتوا شايفين، بنزل بقى بالبهارات على البصل. ليه بنزل بالبهارات على البصل؟ عشان ريحة البهارات تطلع معايا مع التقليبة كده مع البصل كده، ريحة البهارات تطلع كده وتخلي طعم الرز حلو. طبعا لما تحطي تنزلي كده بالبهارات كده بتخلي ريحة البهارات بتطلع كده وبيبقى طعمها حلو، غير لما تحطي كده يعني ممكن تحطي كل الحاجات دي وبعدين تحطي البهارات، لا كده احسن. البهارات ريحة البهارات كده بتطلع كده وبتبقى حلو. كده معانا بقى كده ايه اللي انتوا شايفين كده. معايا بقى كده الصلصة، حط كده كيس الصلصة. نفضل حاطين الزبيب برضو كده بقى، نحط بقى ايه الرز بقى الرز اللي احنا كنا غاسلينه ونقعينه ومصفيينه، هننزل بقى عليه على البصل، ونقلب بقى. هنقلب بقى ايه الرز بقى كده مع البصل كده مع البهارات مع الزبيب. دي طريقة الرز الخلطة بتاعي. طبعا ممكن تعملي برضو الطريقة دي، برضو ممكن تعمليها وتحطي معاها برضو بسلة، برضو بتبقى طعمها جميل قوي. هبقى اعملها معاكم برضو مرة تانية. إيه طريقة الرز يعني بالبسلة برضو زي ما انتوا شايفين كده.
نفضل نقلب في الرز كده زي ما انتم شايفين، نقلب على طول علشان ياخد معانا في البهارات والايه ويطلع كده مفلفل معانا كده وحلو، ميطلعش معاك. اهم حاجه ان احنا نقلبه شويه كتير في الزيت يعني زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ننزل عليه بميه مغليه، لازم ننزل بميه سخنه يا جماعه، ما ينفعش ننزل بميه بارده لان الميه سخنه. زي ما انتم شايفين كده، ننزل بقى بميه سخنه ونحط الملح. بعد كده بقى ننزل بقى كده طبعا الرز كده بقيت الرز حطيته عشان بس كنت عشان اعرف اقلبه كده، حطيت بقيت الرز وقلبته بقى، وقمت حاطه بقى كميه الميه. طبعا ما تزودش ميه كتير علشان الرز ما يعجنش معانا. بنظبط كده الميه على معيار الرز كده. طبعا الرز بيختلف من رز للتاني يعني، في رز بيشرب ميه وفي رز بيشربش ميه كتير، فطبعا كل واحد حسب نوعية الرز اللي عنده كده. كده حطيت شوية ملح كده، نبقى زودنا بقى كده المية ونغطى بقى عليه بقى ونسوي لما يستوي براحته بقى. ما المية تنشف من عليه بنهدي عليه النار ونسيبه لما يستوي خالص. كده الفراخ بعد كده بعد ما خلصت كده معانا، بجيب حتة فحمة كنت مجهزاها، احط عليها شوية زيت صغيرين وبغطي عليها عشان تتكمر كده وريحة الفحم تعمل في الفراخ، تديلها طعم جميل كده كأنك عاملاها على الفحم. كده بعد ما خلصنا الأكل وكده، بعد ما غرفنا الرز كده وحمرنا البطاطس وحمرنا الفراخ كده معانا. الفراخ طعمها جميل طبعا عشان ريحة الفحم بتخليها كأنك تشويها على الفحم، والبطاطس كان طعمها جميل والرز والله. يا رب الأكل يكون عجبكم، ما تنسوش بقى بالاشتراك واللايكات وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل كل الإشعارات بتاعتي، أي حاجة أنزلها كده تشوفوها. يا رب كده وصفتي كده تكون عجبكم، وأكلي كده يكون عجبكم كده إن شاء الله، وأكون على حسن متابعتكم ليا. وده شكل برضو الأكل كده زي ما انتم شايفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.